نزحت من الشام لتعلباية، هربت من الإرهاب الداعشي لتنبش على سلام وأمان، فتكمش فيها السرطان هي وعم تطفي شمعتها التانية. حالتها كتير صعبة. نوع السرطان اللي عندها انه يعني بيروح وبيرجع، يعني وقت انه بيرجع بقوة وبيؤدي للوفاة. يعني خاصة هي كمان لقطة فيروس بعد الزرع اسمه CMV، كان كتير كمان صعب هاي الفيروس، تقريبا خطورته بخطورة المرض، يعني تاخد دواء كتير قوي لإله بس ما كان ينزل، بالعكس كان يرتفع. قررنا انه نطلعها من المستشفى وخلص نتكل على الله ونشوف شو بصير معنا. غرقت بأوجاع ضو سراج الزيت. جلجلة طويلة مشيتها ميلان، تحملت أوجاع وعذابات كتيرة، بس إيمان إما خلصها. يا شربل ساعدنا، يا شربل ساعدنا، يا شربل احمينا احمينا. جبتها لهون على زحلة زورتها. ثاني يوم نهار الثلاثاء رحنا عملنا لها فحص الفيروس، ولا بيقول لي الحكيم انه طلع صفر الفيروس عندها، يعني بأعجوبة طلع من جسمها. انت اللي انعطى الك مجد لبنان. رافق مر شربل العيلة المسلمة السنية لتنتصر صغيرتهم بشفاعته على المرض. كنا راجعين الساعة 8 على الطريق نامت، فاقت ميلان قالت لي اجى لعندي بابا شربل اليوم. قال لي بابا شربل، صليت له الله يشفيكي، عطاني مي وخبز. أنا ترمي سنديان عروق، تركع لك الكرمي تعصر ومدوب. العلاقة بين بنت ال3 سنين والقديس شربل مميزة، صديقة وقت الحزن وملجاها الوحيد لتخفيف الألم، ووحدة كنيسته بتحسسها بالأمان. بس كون انا مزعلتها مثلا منعتها عن شغله وهيك، بتروح بتحمل صوره مار شربل وبتبكي وبتصير بتحكي معه، بس شو اللي بتحكي وشو العلاقه يعني بينه وبينه ما بعرف، يعني هاي ما حدا بيعرفها غير ابنها. شربل احمينا احمينا. بحب كتير لبابا شربل.